اهلا بيك يا صديقي في برنامجك المفضل اللي بينزل هنا على القناه. وطبعا لازم تعذرني على شخصيتي اللي اتغيرت فجاه، بس عشان انا واقف فاكيد شخصيتي وانا قاعد مش زي وانا واقف. فيديو النهارده بقى جايب لك حلقه مميته، في الحقيقه هي حلقه اكتر من روعه لاني هجاوب على سؤال اتسال لي كتير قوي ما ردتش على حد فيه اصلا، وطبعا سبت الفضول ياكل دماغهم. بس انا جاي في الفيديو دوت هكشف عن السر الحقيقي للجرح اللي في ظهري. زي ما انت عارف ان انا كنت في الفتره الاخيره دي مهتم جدا بجسمي وشكل جسمي والعضلات بقى وكده، بس كله خس للاسف. وطبعا كنت فرحان جدا بجينات جسمي الفرعونيه، وكنت بنزل صور كتير ليا اول على السوشيال ميديا، شويه بضهري وشويه بسكس باك باي تراي حاجات من كده. وطبعا بما ان جينات جسمي خرافيه والناس ابتدت تدرس تشريحات العضل بتاعي، وفي مره واحد من معجبين جينات جسمي التحفه عمل زوم وشاف ظهري وفجاه لقى قطع في ظهري. اكيد عمل حادثه وخسر كليته فيها. حادثه ايه يا عم؟ ده بقى كليته عشان يبقى معاه فلوس كتير قوي. انت مش شايف الفلوس اللي معاه؟ مش شايف منظره؟ باين قوي ان هو غني يا ابني، ده معاه ايفون. وفي الحقيقه انا ولا معايا ايفون ولا بتاع، انا معايا اندرويد عادي خالص لان انا بحب الاندرويد ما بحبش الايفون. ومعلومه انت ممكن ما تكونش عارفها ان العمليات بتاعت الكلى بتبقى الفتحه من قدام مش من ورا. هتلاقي حد معلم عليه في خناقه وخايف يطلع يقول للناس، بس في الحقيقه انا اتعلم عليا. بس استنى افهمك انا اتعلم عليا ازاي وافهمك القصه من اولها لاخرها. وانا كان عندي 17 18 سنه كده، كنت عيل متسول زي العيال المتسولين اللي في العمر ده. كنت بصحى الصبح انزل اتسول مع اصحابي واجي بالليل انام، واصحى الصبح انزل اتسول مع اصحابي واجي بالليل انام، وهكذا. وكنت بعيد نفس اليوم البائس اللي بيعيشه اي طفل في العمر ده. وفي يوم وانا ماشي مع المتسولين بتوعي، مش هقول اسمهم طبعا عشان ما يتشهروش يعني وكده، اللي هم عبد الله ومصطفى اصحابي. المهم في مره واحنا ماشيين في الشارع وزي اي صحاب بيمشوا وينكشوا في بعض ويرخموا على بعض، فكنا بنهزر مع بعض وفجاه حصل الغير متوقع. طبعا انت مستني اقول لك انا اتعلم عليا، بس مش ده اللي حصل. كنا ماشيين بنهزر في مكان زي موقف عربيات كده بس كلهم كانوا خرده، فانا بجيبه كده هو بيجيبني كده، بنضرب في بعض بنهزر في بعض وبتاع. وفجاه انا عارف ان انا عم اقول لك فجاه كتير عشان احمسك وكده، بس الموضوع فعلا محمس جدا. عربيه من ضمن العربيات اللي هي الخرده والحاجات دي كان طالع منها الاريال بتاع العربيه وكان متني وكان مقطوع، فانا بهزر معاه وهو بيهزر معايا، بجيبه كده بنجيب بعض كده. فجاه لقيت نفسي ساند ظهري عند العربيه وبجيبه كده ورحت جايب ظهري كله. طبعا انا ما حسيتش باي حاجه، التيشيرت اتخرم والاريال جاب ظهري كله وانا ما حسيتش باي حاجه حرفيا، ومشينا وعادي ولا كاني في اي حاجه حصلت. وفجاه حسيت بميه في ظهري، بقول لصاحبي في حاجه في ظهري، في ميه، وبعمل كده لقيت دم. طبعا انا بعمل بايدي كده لقيت دم في ايدي، قلت له في ايه في ظهري؟ بص بسرعه. فهو شاف ظهري مفتوح صوت يلا نوقف توك توك بسرعه. فانا مش فاهم اي حاجه، توقف توك توك ليه؟ فعمال اقول له في ايه في ايه في ايه، وهو ما بيردش عليا. يا ابني طب في ايه؟ ما بيردش عليا. خلاص يلا نركب توك توك. وبجد ما كنتش فاهم اي حاجه لان انا ولا حاسس بوجع ولا اي حاجه، بس انا لقيت دم بس كنت مخضوض شويه، بس كان رياكشني اللي هو في ايه فهموني. المهم خدنا ورحنا على العياده كانت قريبه مننا. دخلت جوه، الدكتور قال لي دي كبيره جدا ومحتاجه غرز كتير، بس انا عندي حل ليك احسن من الغرز عشان ما تعصلكش في ظهرك او ما تتعبكش في المستقبل. طب ايه هو الحل يا عم الدكتور؟ قال لي هحط لك لزقه تلم الجرح وهتقوم بنفس وظيفه الغرز. فطبعا انا قلت له خلاص اعمل يعني اعمل اللازم، يلحق ظهري مفتوح. طبعا هم صورها لي قبل ما يحط اللزقه دي، بس الصوره اتمسحت من عندي للاسف، لو عندي اصلا مش طلعها في الكاميرا لان شكلها بشع جدا. المهم حط لي شويه بقى ميكروكروم وكريمات وحاجات زي كده، وراح حاطط اللزقه وروحت البيت. وهنا تبتدي المشاكل اللي ما بتخلصش. كنت قلقان ومتوتر وداخل البيت بقى مش عارف اداري الكارثه دي ازاي. امي لو شافتها هتطب مغمى عليها على طول. المهم تاقلمت وعدى يوم والتاني والتالت وانا بحاول على قد ما اقدر ما بينش ان في حاجه، لحد ما امي ابتدت تاخد بالها من تصرفات غريبه فيا او حركات غير طبيعيه فيا. بنام على جنب واحد، نشاطي مش زي الاول، ما بقتش انزل كتير من البيت. لحد ما في مره قالت لي مالك في ايه؟ قلت لها مفيش. مالك في ايه؟ قلت لها مفيش. في ايه يا مصطفى؟ مفيش. بعديها بيوم انا كنت نايم والتيشيرت كان مرفوع من عليا شويه، فكان في لزقه في ظهري، فانا حسيت بامي جايه عليا بترفع التيشيرت، رحت قايم بسرعه طبعا عشان اخبي الكارثه. طبعا صممت وريني ظهرك وريني ظهرك وريني ظهرك، وانا والله ما مفيش حاجه. وريني ظهرك مفيش حاجه مفيش حاجه. قالت طيب ماشي. انا رحت معدي داخل الاوضه الثانيه، راحت مشلحاني هدومي، هوب راحت مصوته، راحت وقع طب على طول. ونصحيها ونفوقها تقول الواد ظهره متعور ومغمى عليها تاني. يا حاجه دي حاجه بسيطه يغمى عليها تاني، يا حاجه دي غرزه صغيره يغمى عليها تاني. الموضوع كان غريب جدا. وبس بقى خفت وثابت الشكل ده، وانا صراحه مش مهتم يعني ان انا اعمل لها عمليه تجميل وكده، لان هي كده اصلا في ظهري. يعني لو كانت في حته ثانيه مثلا لا قدر الله في وشي ولا حاجه كنت ساعتها ان انا اعمل لها عمليه، بس دي هي في ظهري يعني. وبعدين مش فارقه معايا حتى لو عندي 2 3 تاني زيها في ظهري، مش فارقه عادي. احنا الرجاله كده بنحب نكون متخرشمين، وغير كده وكده هي مش باينه يعني في ظهري. فانا ممكن افكر اعمل لها عمليات تجميل تاني لما ارجع الجيم واعمل فورمه كبيره، لان انا هطلع على المسرح ومش عايز اطلع على المسرح بالجرح اللي في ظهري ده، عشان اقدر انافس البيج رامي بكل اريحيه. وبس كده، دي كانت قصه الجرح اللي في ظهري. عشان بس طلعت شويه اشاعات كده وناس قاعده تقول ان انا متبرع بكليه، والناس كانت بتتكلم بجد وان انا كان متعلم عليها في خناقه وبتاع. انا ولا بتخانق ولا متعلم عليا ولا بعت كليه، والكليه بتتباع من قدام مش من ورا. يا ريت نبقى فاهمين احنا بنهبد ازاي لو سمحت. خوارزميات اليوتيوب بتقول انك لو شفت الفيديوهين دول هيغيروا حياتك حرفيا، فما تنساش تشوفهم. واشوفك في فيديو تاني. اقفل بقى الفيديو، مش هروح اعمل كده قدام الكاميرا هو بتاعك عشان الموضوع اصلا بقى مرهق. المفروض ان انا بقى هفضل امشي بقى واروح اعمل كده، فلا الفيديو هيتقفل على طول. جود باي.